مختلفة كعروسة من أول الزفة لغاية ما لسه. لا ده أنا قريت دعوة فرح قريتها على الفيسبوك، لفتت نظري جدا من العريس والعروسة. العريس اسمه مينا طبعا. مينا بيقول إن ده يعني بعد صراع مع النفس، صراع مرير ومش عارف وتعب، وقررت وتراجعت مرة واثنين وثلاثة وكان يوم اسود. أيوه إنما أنا قررت يعني إن أنا أعمل قرار وعايزكم كلكم إنكم تساعدوني فيه، أنا هتجوز. وبعدين اللطيف قوي كاتبين بقى لازم تيجوا عشان تتريقوا على فستان العروسة، علشان تتريقوا على البوفيه وعلى الاكل، وتناموا بقى وتتاخروا عشان ما تفوتكوش النمات على اهل العريس واهل العروسه. فكانت حقيقه دعوه جميله جدا وعجبتني قوي. ما نسيوش يعني عواجيز الفرح اللي دايما يتبسطوا وياكلوا وبعدين يروحوا البيت، العروسه العريس والجاري واللحمه كانت بتشد، يتريقوا بقى على الناس والمعازيم لابسين ايه والاكل كان شكله ايه. الحقيقه طبعا احنا برضه فرصه نقول لايفون ومينا مبروك تاني. وتعالوا بقى قبل ما نطلع فاصل ونبتدي الدردشه عن حلقتنا نشوف فرح ايفون. عملت طبعا زفه أغرب عروسه واغرب زفه في الدنيا. طلعينا بقى فاصل نشوف مع بعض. طيب نشوف مع بعض فرح ايفون ومينا ونرجع لكم تاني. كان يا مكان كان في مراسلة هادية وكيوت وعسولة موت. أمها نفختها بالجواز والنيش، وهي كانت مكبرة دماغها وعايشة في التطنيش لحد ما قابلت برنس أحلامها بطريقة مبتكرة عمر ما حد عملها قبل كده. كان حب من أول نظرة، لأنه كان واد كاجوال وروش وإيه اوعى بقى. كان البنتكور هياكل منه حتة، وكان لذيذ ومش تقليدي خالص. كان هادي وتقريبا ما بيتكلمش، وانا كنت مركزة في حاجة واحدة بس، شياكته وأناقته المبالغ فيها. ولاني كنت مبسوطة وسعيدة زي ما انتوا شايفين، ففجأة بقول لك ايه، عندي ميعاد تسميس انا واجتماع اتأخرت عليه، هقوم امشي. ايه؟ هقوم امشي؟ تعالى الصبح. لا ملوش لزوم. لا هقوم انا. هقوم انا. صلي. اوكي. وبعد سنتين تقريبا بدأت قصة الحب الملتهبة. ايه يا بيبي؟ ساعة متأخر فقلت اخد الهوت شوكليت بتاعي في التراس. انت فين؟ انت عارفه اصحى الصبح باخد القهوه بتاعتي نادي الجزيره الصبح قدام السويمنج بول. في نادي الجزيره. قاعد في نادي الجزيره. وبعد ما القصة التهبت قوي زي ما انتوا شايفين، وفضلت تلتهب لحد ما ورمت خالص وأسفرت عن نهاية فصل العزوبية. بص يا حبيبتي، انا عايز اقول لك على حاجه. انا عمري ما بحب النعكشه. واحب كل حاجه في مكانها. وامي بتضايق جدا مني في الحكايات الحسواكه دي وان انا منظم والتفاصيل بقى، ودي في مكانها ودي في مكانها. والله يا بيبي ما تتخيرش عني، ماما مخنوقه مني قوي من الموضوع ده. كل يوم على الاقل 3 مرات شاور، مره الصبح على غيار الريق، ومره الظهر، وساعات بدقلك بالليل كده قبل ما انام برضو اخش اخد لي شاور. وبدأ من هنا أسعد فترة في حياة أي 2 مخطوبين، فترة النيش والكرانيش. عمري ما كنت بشبط في حاجة، وهو دايما كان بيعاملني بمنتهى الرومانسية. أما الفستان فخد مني رقات ورقات. بس انا كنت عايزه اعرف في اخر فستان قسطه ده كان سعره كام؟ 30,000 جنيه. ايه؟ 30,000 جنيه. 30,000 جنيه يا حرام عليك! حرام عليك 30,000 جنيه ليه؟ انا بسرق ولا ايه؟ حضرتك لو عايزه اجره بس يبقى عامل 15,000. 15,000 يا كفر! 15,000 يا كفر! ليه يا كفر؟ ليه؟ اكمننا شغالين في الCBC ليه؟ حاسه ان هو مش قد كده. تحت امرك. جاءت اللحظة الحاسمة. حسيت
ولأن ساعة لربك وساعة لقلبك بدأ الفرح. وعشان ده فرحي قررت أهدي العريس برنس أحلامي أغنية صنعت خصيصا ليه وتناسب رومانسيتي المفرطة. أنا لك على طول خليك ليا، خد عين مني وطل عليا. اول يمينة قابلت شنبك فيه ولا انا قلت يا بنت رم والحقيقة قلبك مشتري يا برنس، وقابلت ناس كتير بس شنبك ما التقيت، واكتشفت انك راجل وانت غيرك خارج بيت. خارج ايوه فعلا خارج بيت، وفي رجولتك وفي شهامتك وفي حنانك ما القوص، زي ما يكون اهل رابعه ضرب وقلبي في اي قصر، فجروا كل الحنان اللي جوه قلبي ليك. من زمان كنت انا بدور عليك، ايوه انا بدور عليك. حضرات السادة الأفاضل، حضرات السادة المستمعين، البنت يبقى دي حبيبتي اللي قاعد شمال ويمين. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. مش عارفة بقى إذا كانت حلوة ولا هتبقى مهببة وملتوتة. إيفون نبيل، CBC.